بس موضوع النهارده يعني ده كان مدخل للموضوع اللي انا هتكلم فيه، طريقه اخراج القوه. كلمه قوه هي جمع للقوه، يعني طبعا في قوه في رجليك، قوه في وسطك، قوه في ايديك، قوه في كل عضلات جسمك. بس ازاي تجمع القوه دي كلها في بؤره واحده، وازاي تخرج الحركه بتاعتك بالسرعه والقوه المطلوبه لغايه ما تنتهي في البؤره النهائيه، تفريغ القوه في الحركه النهائيه. طبعا ده هندلل عليه بالارقام واثناء الشرح على اساس نقرب الفهم للجميع. يعني بالنسبه كنا دايما نقول للاعبين انت انسان، واثناء الاداء الحركي بتاعك بتتحرك، انت انسان لحم ودم، بتتحرك وبتأدي سرعه وقوه وبطيء وكده. وفي نهايه كل حركه يعني انت بتتحرك بسرعه، في النهايه بتثبت. كلمه الثبات دي يعني عشان نقرب الفهم للعيبه كنا بنضرب ليهم مثلا نقول له انت انسان لحم ودم، بعد ما بتأدي الحركه بتاعتك وقفت، يعني خلاص خدت الحركه بتاعتك الثبات، انا عايز اعلمه ازاي يثبت في ايديه ورجليه ويفضل ثابت. بقول له انت انسان لحم ودم اثناء الاداء، بعد ما بتخلص الحركه بتاعتك ثبت كانك زي التمثال. كلمه تمثال يعني ما بيتحركش، مفيش حركه خالص، تلاقي جسمك ثابت. اثناء التدريب عشان نوصل المفهوم ده للاعبين، يشتغل الحركه بالعدد، سرعه وقوه وثبات، ويفضل سايبه ثابت ما يتحركش. والمدرب يمر على اللعيبه يخبط على ايديهم ورجليهم ووسطهم ورجليهم، المهم يفضل ثابت وينقل على الحركه اللي بعدها ويخبط ويمين وشمال ويلف حواليهم. كتر الاداء الحركي بالطريقه ديت، وانك تمسك اللاعب بتشوف هو بيشتغل وقوته والحركه بتاعته ثابته، دي مهمه جدا. انت بتوصل له المفهوم بتاعه ان هو بعد كل حركه ثبات، بعد الحركه ثبات، مفيش فيها اي رعشه، مفيش فيها اي اهتزاز، مفيش فايبريشن. لازم كل حركه في النهايه بقوه بتثبت، اللاعب بيثبت بعد الحركه، يثبت قوته. والامثله كتير، يعني ايه، انا باخد الحركه بتاعتي، خدت الحركه مثلا اوزوكي، وقفت وانتظار اوزوكي، وقفت ثبت، خلاص ثبت، مفيش اي حركه، مفيش اي اهتزاز، مفيش يمين شمال، مفيش رعشه، مفيش نظر، ثبات. ده المقصود من الكميه والاداء الحركي السريع والثبات في النهايه. كنا بنقول لك زي التمثال ما بيتحركش عشان اللاعب يفهم. طالما وصل الفهم للاعب بيحاول يأدي زي ما المدرب بيوجهه بالظبط.